السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه يلا بقى هنبدأ. هستنى شوية لحد ما الكل يتجمع. يا ريت بقى نشير اللينك في كل الجروبات. واللي دخل بقى يطمني ان الصوت تمام. اللي دخل معانا يقول الصوت تمام ولا لا، الصورة واضحة. طمنوني كده. وعليكم السلام، ازيك يا شوشو، عاملة ايه؟ شيروا بقى اللينك يا شيماء في كل الجروبات. لو انت سامعيني بقى طمنيني على الصوت والصورة، يعني الدنيا تمام ولا ايه؟ تمام. تمام، هبدأ أول ما الكل يتجمع. طب كويس. طبعا دي أول مرة ليا أطلع، لا تاني مرة أنا طلعت لايف من الفرع يوم الخميس. بالنسبة لي الفكرة يعني بصراحة كنت متوترة منها شوية. بس يعني أنا بقالي فترة بعزم عليها، يعني بقالي فترة عايزة أطلع لكم لايف. احنا دايما بنعمل اجتماعات على الزوم، ودايما بنتجمع على الزوم. بس قلت بقى المرة دي كده نخليها فكرة مختلفة شوية. ماشي يا مدام سوزان، بقى شيري في كل الجروبات، خلي الناس تدخل وانا هبدأ اقول. تسلمي لي يا منور، والله انتوا اللي امر. ربنا يخليك يا رب. طيب، معاكم سينيور مانجر ابتسام مجاهد، مستوى 21. جايه لكم النهارده بفرصه زياده دخل من البيت. طبعا كلكم عارفين ان انا اصلا يعني الحمد لله. اعرفكم بنفسي برضو الاول. انا عندي حضانه ومحفظه قران واخصائيه تخاطب ومدرسه تاسيس، وكان عندي محل ملابس. اول ما الكورونا جت كل شغلي ده وقف. انا كنت بقضي وقتي كله بره البيت، اللي هو يعني بخرج الصبح، ممكن ارجع بس اجهز الغدا وارجع اخرج تاني، ما ارجعش الا الساعه 9 10. فوقتي كله كنت بقضيه بره البيت. فمن يمكن انا اكتر حد غير من ظروفه او غير من حياته بعد الكورونا. انا اول ما الكورونا جت كل المجالات اللي انا كنت بشتغل فيها وقفت تماما. الحضانه اتقفلت، التحفيظ وقف، كل حاجه وقفت. حتى محل الملابس قفلته عشان برضو يعني احافظ على صحتي، وبقيت خايفه ان انا اخرج زي كل الناس اللي كانت خايفه ان هي تخرج او تدخل. فانا حد بطبعي نشيط جدا. ما بيحبش الروتين، ما بيحبش الملل. بحب دايما التجديد، بحب دايما اطور من نفسي، بحب دايما اشتغل على نفسي واجدد من اللي انا بعمله او اطور من مهاراتي. يعني انا لما دخلت مجال الحضانه ما كانش عندي اي فكره خالص وبعيد عن دراستي، بس بدات خدت كورسات في مجال التربيه الخاصه ككل. ودرست كل حاجه وبدات ان انا اطور من نفسي بحيث ان انا اقدر اثبت وجودي في المجال اللي انا فيه. فطبعا كان بالنسبه لي بقى ان انا اقعد في البيت ما عنديش حاجه غير اللي انا هناكل ايه، هنشرب ايه، هننام مش هننام، لا ما اقدرش على كده. فبدات فعلا ان انا لا يعني ادور بقى. انا شايفه منصات كتير كانت على السوشيال ميديا بتعرض فرصه زياده دخل من البيت. بصراحه ما كنتش مصدقه، ولو كان اي حد قبل كده قال لي اورفيلان
كنت بقول له اورفيلام مين؟ لا انتوا بتكذبوا علينا، انتوا لا كلامكم مش صح. مفيش شركه او مجال هيديني المرتبات العاليه او السفريات اللي انتوا بتقولوا عليها او اللي احنا بنسمعه ده، وانا في بيتي في وسط ولادي ومحدش متحكم فيا. لما جت الكورونا بقى يعني انا اللي بدات ادور ان انا اسجل مع حد وانا اللي بدات ادور على اورفيلام. انا قلت هي دي اقرب منصه ممكن. انا سامعه عن الشركه ان هي بقى لها 57 سنه، ليها اكتر من 66 فرع في دول العالم، شركه مستمره الفتره دي كلها، يبقى اكيد هي كيان عظيم، لان الاستمراريه دلاله على النجاح. فقلت انا مش هخسر حاجه، انا كده كده مش هخرج مش هدخل، ايه المشكله اللي انا ابدا اجرب؟ مش يعني ايه اللي انا هخسره؟ لقيت نفسي مش هخسر اي حاجه. ففعلا اشتركت معاهم، دورت على حد سجلت معاه، كنت شايفه الفيديوهات بتاع دبل دايموند انجي مؤسسه الفريق بتاعنا، احنا فريق دايموند برنسس تيم رقم 3 على مصر. فقلت خلاص انا هسجل معاهم واشوف. يعني بدات كده اتابع الصفحات بتاعتهم واتابع الفيديوهات بتاعتهم، ولقيت فيديوهات كتير وبتتكلم عن ناس كتير ناجحه في الفريق دون، وشخصيات كتير ما شاء الله متميزه عن اي حد في اورفيلام. فقلت خلاص هسجل معاهم. ففعلا سجلت وبدات بقى. يعني انا حد اصلا بيحب يطور من نفسه جدا، بدات اسمع التدريبات والتزم بيها وامشي عليها. لقيت نفسي اصلا اول حاجه خالص اتطلب مني ان انا لو انا عندي مشكله في بشرتي او شعري او جسمي هبدا اتعلم بيها. وفعلا كان عندي مشكله هالات، يمكن لو اي حد كان يعرفني قبل كده كانت باينه جدا. ما كنتش مفكره اصلا كمان ان دي حاجه في السكين كير او هتحتاج اللي انا يعني الاقي لها علاج في اورفيلام. كان بالنسبه لي دي بجد ان شاء الله يا مدام سوزان هخلص كلام وهخليكم تشاركوا معايا، هبعتلك دعوه. كان بالنسبه لي اللي انا ما كنتش متوقعه اصلا ان دي في يوم من الايام تتعالج. ما كنتش مفكره ان دي اصلا مشكله موجوده في السكين كير، انا كنت مفكره دي حاجه عايزه عمليه. وكان بنتي شعرها فيه مشاكل الدنيا والاخره، ويمكن كلكم شفتوا صور قبل وبعد. فبدات خدت فعلا بنورك يا يويو، بدات خدت علاج للهالات وخدت علاج لشعر بنتي، والحمد لله اول ما الاوردر وصل الحمد لله اتاخد مني كله وما لحقتش استخدم منه غير كريم الهالات بس. فجيت بعدها بقى يعني لقيت نفسي ايه ده، يعني انا اقدر استفاد بالبرنامج الترحيبي اللي موجود، واقدر استفاد بالعروض اللي موجوده على كودي والنقط وكل دون، وهوصل اول مستوى اللي هو 3% وانا لوحدي من منتج هستخدمه، هحافظ بيه على جمال بشرتي، هحافظ بيه على شعري، هحافظ بيه على جسمي. يعني بصراحه ما كنتش مصدقه لحد ما جربت. انا اول ما استخدمت الكريم بتاع الهالات المشكله بدات تختفي تماما، والدنيا بقت متغيره عندي لدرجه ان انا ما بقيتش مصدقه. طبعا شعر بنتي كانت والله بتقعد تعيط كده بالدموع وتقول ايه ده، ازاي يعني اشمعنى انا شعري مش بيطول، اشمعنى انا شعري مش ناعم، اشمعنى انا شعري مش طويل مش تقيل. فلما بدأنا نستخدم المنتجات، يعني مش عايزه اقول لكم انا بعشق منتجات اورفيلام، من المجموعات الجميله اللي استخدمناها في الشعر فرقت جدا جدا معانا. مجموعه اليو، طبعا الزيوت، يعني حاجه كده. اصلا منتجات اورفيلام كلها بجد لا تقدر بثمن، يعني احنا بناخد المنتجات ببلاش. ففعلا كانت تجربه ما ندمتش عليها. تجربه اصلا كانت سبب ان انا احافظ على جمالي، احافظ على شعر بنتي واخليه يبقى جميل، واللي انا ازود دخلي. طب زودت دخلي ازاي؟ انا اول ما بدات ان انا استخدمت المنتجات خدت تدريبات اسمها تدريبات ادخال اعضاء، اللي هو ازاي ادخل اعضاء وازاي اكون فريق وازاي اعمل شجره تحتي واكبر الشجره دي. سمعت ان احنا عندنا حاجه اسمها مستويات، ان انا لو حطيت خطه للمستوى دون اقدر اوصله. طبعا دايموند انجي مؤسسه الفريق بتاعنا عامله لنا تدريبات وعامله لنا منهج ماشيين عليه، اللي بيلتزم بالمنهج ده بجد بجد بيحقق نجاح كبير. فانا فعلا بدات التزم بالمنهج بتاعها وبدات احط خطه لنفسي وامشي عليها واحقق فيها، والحمد لله في اول شهر ليا حققت مستوى 9%. 9% ده اللي الشركه ادتني مرتب 700 جنيه. ايه ده، يعني الشركه فعلا بتدي مرتبات اهو، حتى لو كان المرتب ده لسه صغير. لا خلاص، يعني ده انا هبدا اجرب بقى. انا كنت عايزه مرتب 10000 جنيه ما كنتش يعني ده في البدايه، يعني انا عارفه ان اورفيلام اصلا ملهاش سقف طموح، فانا كنت عايزه مرتب اول ما ادخل كده، يعني اقل مرتب كان ينفع في الوقت اللي انا فيه، او اللي انا اصلا السيستم بتاعي او المسؤوليات بتاعتي متعوده عليه، كان اقل حاجه اللي هو انا اقبض مرتب 10000 جنيه.
مش هقبض مرتب 1000 ولا 2000 ولا 3 ولا 5، لا يعني عايزه البدايه تبقى 10. ايه ده، هو احنا اللي بنحدد المرتب بتاعنا؟ احنا اللي بنحدد المرتب بتاعنا. انت اللي بتحددي المرتب بتاعك، انت اللي بتختاري انت عايزه تقبضي كام. انا اول ما بدات احط مثلا هدف كده واسعى ليه، اللي هو انا مثلا عندي هدف معين في حياتي، عايزه اغير من مستوى دخلي، عايزه اشتري حاجه نفسي فيها، او ولادي نفسهم في حاجه اعملها لهم. فقلت بقى خلاص، لا يعني بما ان الشركه قدرت تديني 700 جنيه اللي هو مستوى 9% اللي كان اول شهر، خلاص لا انا هشتغل اكتر عشان اخد مرتب 2000. طب اخد مرتب 10، اخد مرتب 20. اورفيلام ملهاش سقف. انا نفسي اوصل في اورفيلام الى ما لا نهايه. هم فعلا ما فيش نهايه في اورفيلام. طول ما انت بتسعي وبتشتغلي وبتحققي وبتنجحي وبتساعدي ناس تحتك انها تنجح، وانك تكوني سبب في رزق ليهم، ربنا بيكرمك وبيعوضك كتير خير. فانا فعلا بدات اشتغل على نفسي. تاني شهر على طول وصلت مرتب 12%. كان مرتب معدي تقريبا من 2000 وحاجه. بعد شويه وصلت مستوى 15%. كانش لسه كملت 4 شهور في الشركه، و15% ده كان مرتبه معدي من 4000 جنيه بالظبط. كان بقالي 7 شهور قدرت اوصل لمرتب 12000 جنيه. ايه ده، 12000 جنيه في 7 شهور؟ اكيد طبعا كل الناس اللي معايا دي شافوا سكرينات كتير من مرتبي، وشافوا فعلا انا بقبض كام. ومعايا ناس هيطلعوا دلوقتي ويتكلموا وصلوا من تاني شهر ومن اول شهر لمرتب 2000، ومن تاني شهر لمرتب 4000. وصلوا مرتبات عالية جدا في اورفيلام. يعني اورفيلام هتديني منتج احافظ بيه على بشرتي وعلى جمالي، وايه ده، وهتديني فلوس كمان. ادتني فلوس وادتني مرتبات عالية جدا. استحالة ان انا كنت اوصل للمرتب ده في اي مجال تاني، بالرغم من المجالات اللي انا اشتغلت فيها دي كلها. ايه ده، عندنا حاجة اسمها كده نوفاج بلس، المجموعات الجديدة سحر بجد. يعني انا محافظت على جمالي وخدت مرتب وسفريات مع الشركة لشرم والغردقة لحد مستوى 18%. غسول ده بجد تحفة. طيب من بعد 18% ان شاء الله انا فاضل لي حاجة بسيطة واحقق اول لقب في الشركة اللي هو الدايركتور، اللي هو اصلا مرتبه معدي من 12000 جنيه. وبعد ما احقق الدايركتور هبدأ احقق الجولد ان شاء الله. ان شاء الله بيكم، بالناس اللي موجودة معايا دي وبنجاحهم، مش بيا انا لوحدي، لان انا لو انا لوحدي ما كنتش هوصل لحاجة. احنا بنديكوا تدريبات وبنديكوا مسؤوليات وبنديكوا مهام تقوموا بيها، وبنساعدكم بكل الطرق اللي احنا نقدر عليها. دايموند انجي حطلنا منهج بقاله 6 سنين، كل اللي اشتغل بيه قدر يوصل لنجاح كبير. المنهج ده فعلا اللي بيلتزم بيه بيبدأ يحقق الهدف بتاعه او الحلم بتاعه. انا بقى حلمي اسافر مع اورفيلام بره مصر. انا سافرت معاها جوه مصر، عايزه اسافر معاها بره مصر. فان شاء الله ادعوا لي كده ان ربنا يحقق لي الجولد دايركتور عشان ابدا بقى سفريات بره مصر، عشان انا حد بيعشق السفر جدا. يعني خدت منتج، حافظت على جمالي، خدت فلوس وانا في بيتي وسط ولادي، من غير ما اخرج، من غير ما ادخل، من غير ما اتبهدل في الحر، من غير ما اتبهدل في السقعه، من غير ما اتبهدل في المواصلات، من غير ما اقضي وقتي كله بره بيتي. لا، وانا في وسطهم وشايفاهم بيذاكروا جنبي، مطمنه عليهم، محدش متحكم فيا، بشتغل في الوقت اللي انا عايزاه، الوقت المناسب ليا، الوقت المتاح ليا، الوقت اللي انا قادره اشتغل فيه، الوقت اللي انا مش ايا كانت ظروفي وايا كان مكاني وايا كان الوضع اللي انا فيه، انا بشتغل في كل مكان. لو انا في مواصلات، لو انا في بيتي، لو انا بعمل اكلي، ممكن ارد على عضوة او اعمل مكالمه وانا بعمل اكل. اظن مفيش شغل في الدنيا يوفر لنا ده كله، ومفيش شغل يقدر يخلينا ننجح النجاح ده، ولا مجال ولا شركة بتدعم الناس اللي بتشتغل فيها زي شركة اورفيلام. مفيش شركة بتوصل الناس لسفريات بره مصر وجوه مصر، وانتوا عارفين السفريات بره مصر مكلفة ازاي، من غير ما تدفعي ولا مليم. يعني احنا مع اورفيلام بنحقق جمال ومال، اللي هو اوصل لمرتب ومتعة اللي انا اسافر مع الشركة من غير ما ادفع ولا مليم،
واروح في اماكن عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا اروح في الاماكن دي. انا لسه حد من قرايبي قريب بيقول لي انت كل يوم في فندق شكل، انت كل يوم في مكان شكل. طبعا اللي بيشتغل في شركه زي شركه اورفيلام بيتعامل معامله في اي بي، مش اي معامله. انا ما نجحتش لوحدي ولا وصلت للي انا وصلت له ده لحد الان لوحدي، لا انا نجحت بيه بكل التيم اللي معايا وبكل الناس اللي معايا. انا حريصه جدا الناس اللي معايا دي تنجح، ان هم يحققوا هدفهم، يحققوا حلمهم، عشان يستمروا معايا، عشان يحسوا فعلا بقيمه شغلهم، عشان يحسوا بان التعب اللي بتاعهم اللي تعبوه ما راحش منهم كده، لا ده التعب ده قدروا يعوضوه فلوس، وقدروا يعوضوه حاجات كتير قوي. بجد ربنا يخليكم على الكلام الجميل ده. والله بجد كلامكم بيسعدني بجد. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا استاذه هبه. فاحنا دلوقتي هنشوف نموذج من النماذج اللي نجحت معايا وقدرت توصل لمرتب 2000 جنيه من اول شهر، وتاني شهر كان مرتب بتاعها تقريبا وصل 4000 جنيه. معانا مانجر نسمة، هبعت لها دعوة دلوقتي تدخل معانا. بصي يا نسمة، وانا هبعت لك دعوة اهو، بعتلك، اقبلي بقى الدعوة، وعايزاكي كده تقولي لنا نجحتي ازاي او دخلتي ازاي معانا اورفيلام، وحققتي ايه، وصلتي لايه، هي الاضافة بتتبعت ايه. ربنا يخليكي يا رشا، والله انت اللي جميلة يا رشا بجد. بجد انا بحب فريقي جدا يا جماعه، والله ببقى حريصه عليه، بحب الناس اللي معايا جدا جدا، بعتبر كل عضوه دخلت معايا بعتبرها امانه، وحاسه ان ربنا هيسالني عن الامانه دي. فبجد انا فعلا اورفلام ادتنا عيله، وادتنا اهل، وادتنا حاجات كتير قوي، عيله تانية فعلا وناس تانية. نسمه كده خلاص، انت دخلتي ولا ايه؟ تقريبا انت دخلتي معايا. دخلت يا فندم. حبيبي. منوره الدنيا. نورك يا حبيبي والله. عامله ايه؟ وحشاني كتير. انا زي الفل الحمد لله. وحشاني كتير كتير كتير. والله انتي اكتر. مفتقداكي، والله ما العظيم اتكلمناش انتي كتير اكتر. النهارده. معلش كنا بنجهز بقى لللايف. طيب يعني قولي لنا بقى، انت دخلتي اورفلام ازاي؟ بصي مبدئيا كده انا داخله اوريفلام اصلا وانا مش مقتنعه في الاول بصراحه، وكمان انا حد قلق جدا. ف اوريفلام انا زي اي حد كنت بقول اوريفلام لا، تمام. تقريبا انا دخلت فيها قبل كل كده الناس وما لقيتش بتقول كده، نفسي. واحنا جايين النهارده عشان نغير رأي الناس دي. دي حقيقه. دي حقيقة. أنا واحدة من الناس فعلًا اللي كنت باقول أوريفلام لأ، أنا دخلت فيها قبل كده وما لقيتش نفسي خالص، فلقيتكم بتقولوا تاني أوريفلام فطبيعي قُلت لأ، تمام. شُفت طبعًا فيديو بتاع Diamond NG فحسيت إن الموضوع مختلف، بس بصراحة أنا ما صدقتش بسرعة، فيعني بصراحة يعني عملت كده شوية تعقُّبات على الناس بتوعنا بتوع الفريق، بقيت أشوف الدنيا فيها إيه، تمام. وبعدين اتأكدت من مصداقية الموضوع فقُلت أخُش أجرّب. بصراحة أنا اتفاجئت واتأثّرت، ما كنتش متخيّلة إن أنا ممكن من تاني شهر أوصل 15% وألاقي مرتّبي داخل لي 3000 وشوية، يعني ما شاء الله، اللهم أنا بارك، ما شاء الله. الحمد لله طبعًا. الحمد لله. وفعلًا أوريفليم بتقدّر معنويًا وماديًا. يعني كفاية إني أطلع في فندق توليب أتكرّم على المستوى اللي أنا عملته، دي معنويًا فعلًا حسستني إن أنا حققت ذات. فعلا دي تمام. حقيقة غير فعلا. طبعًا ماديًا، أنا قُلت طبعًا ماديًا خلاص الحمد لله يعني. ف لا لا، ما احنا برضه اكيد الفلوس ليها اساس يا نسمة، كلنا في الزمن او في الوقت اللي احنا فيه ده محتاجين فعلا ان احنا نزود دخلنا، ودي فرصة بالضبط. لاي حد لو هو فعلا استغلها صح وتعب على نفسه شوية وبدأ يشتغل ويهتم بالموضوع. مش انا داخل شغل اونلاين اشتغل النهارده وبكره، لا لا، انا هشتغل فعلا، انا بالضبط. هشتغل وهنجح
ما عنديش بديل، انا ما عنديش انا بديل مع اي عشان حد فيكم، هننجح يعني هننجح. انا عشان دخلت حاطه الهدف قدامي بقى خلاص، ما انا اتاكدت ان الموضوع تمام، وفعلا في نماذج قدامي انا شفتها ناجحه، فانا قلت معلش الناس دي ما بتسحرش، تمام، اللي هم بيعملوه وعملوه انا اقدر اعمله، فدخلوا حط هدف دي قدامي حقيقة فعلا. بصراحه، عشان كده الحمد لله ربنا وفقني يعني، الحمد ولسه ان لله. شاء الله انا اكيد مش يلا هسكت على المستوى عايزين ده، لسه قريب بجد اعلى جدا واعلى. نبقى دايركتور مش مانجر بقى. ان شاء الله طبعا بتوجيهاتك يا فندم، طيب طبعا اكيد. تسلمي لي يا قلبي. طب قولي لي عملتي ايه بقى عشان توصلي مستوى 15%؟ ما كنتش محتاجة أكتر من إني ألتزم بالخطة اللي موضوعة، تمام، شوية اجتهاد وشوية التزام وشوية صبر، فعلا. ما عملتش أكتر من كده صدقيني. أي حد هيلتزم بالخطة أكيد هينجح إن شاء الله، ما فيهاش كلام، طب انت ما شاء لأن الله الخطة في دي وقت ناس قصير جدا. عصارة ناس نجحوا بيقولوا لنا إحنا عملنا كذا وكذا وكذا، ومدينا الخطة بتاعتهم على الجاهز، وبيقولوا لنا اكيد طبعا. اتفضلوا. هو المنهج احنا شغالين بيه، اللي فعلا بيلتزم وبيمشي عليه. اصل الخطه دي بالظبط، مش كلام احنا بنقوله لكم بس، دي حقيقه ناس جربت وفعلا نجحت. ما أنا قصدي كده تمام. ناس نجحت وبتقول لنا احنا عملنا كذا يا جماعه، عايزين تنجحوا خدوا اعملوا نفس الكذا. التزموا بقى وحطوا اللي التاتش عايز بتاعكم، ينجح بيه. حطوا التاتش بتاعكم. اكيد طبعا. طب عايزه تقولي ايه لاعضائك؟ ما شاء الله ما شاء الله في وقت قصير جدا، اقل من انت لسه ما كملتيش الحمد اصلا لله. 6 شهور في اوربلام، انت لسه تقريبا لا لا 4 او 5، لسه ما كملتيش 6. 4. ما شاء الله ما شاء الله، معاكي تيم كبير جدا وتيم قوي وتيم الحمد ناجح. لله. تقولي لهم ايه؟ الحمد لله بفضل ربنا طبعا. عايزه اقول لاعضائي احنا قدامكم اهو نماذج ناجحه قدامكم بتقول لكم يا جماعه احنا عايزين ننجحكم، يعني احنا معاكم، هنمشي معاكم خطوه خطوه، اهم حاجه بس عايزين زي ما قلت لكم شويه صبر وشويه التزام، هتلاقوا الدنيا بتمشي معاكم، واحنا مش هنسيبكم، لان زي ما احنا قلنا نجاحكم من نجاحنا، احنا اكيد عشان طبعا. ننجح لازم انا ننجحكم. عشان انجح لازم انجح الناس اللي معايا، والناس اللي معايا عشان تنجح بالظبط، لازم تنجح اللي معاهم، لان مفيش حد بينجح لوحده. يعني احنا بالظبط كده. المجال الوحيد اللي الكل بيبقى حريص على نجاح اللي معاه. مفيش حد بيغير من ايوه نجاح دي حد، لا احلى كله حاجه، ودي بيبقى عايز لوحدها اللي راحه تحته نفسيه، واللي معاه دي ينجح لوحدها راحه نفسيه. علشان نجاحه من نجاحهم. بجد ان شاء بالظبط. الله يا نسمة تحققي كل اللي بتتمنيه، وبتمنى لك كل خير. يا رب يا رب. وربنا يا رب اللهم ما امين يضيعش يا رب. تعبك اللهم ابدا يا رب، ودايما في يا نجاح رب كده. يا رب. يا رب يا حبيبي يا رب، ماشي انا يعني. وانت يا رب ان شاء الله، وكل اعضائي الجميل المظاتي الحلوين. طب هنشوف المظة جميلة بقى من المظات مانجر نسمة مدام سوزان، هبعت لها دعوة. حبيبتي حبيبتي حبيبتي. انا بعت لها اهو. تعالي يا سوزي يا قمر. مدام سوزان دي ما شاء الله عليها، يعني من الناس ده الجميلة بجد. ايوه ما شاء الله دخلت اهي. دي القمر بتاعنا مساء بقى، دي الخير. القمر بتاعنا. مساء الورد. منور الدنيا، منور مساء الدنيا الخير. كلها. مساء 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 النور يا الخير غالي. عليكم. مساء النور يا حبيبي، الصوت معلش الجميل، الصوت بصوا اعذروني الحنين. جميعا، اعذروني جميعا عشان دي اول مره اطلع لايف في حياتي. حبيبة قلبي، ما انا تاني مرة مش كتير برضه. المرة اللي فاتت اللايف طلعت كنت متلخبطة مش عارفة اقول ايه ومش قادرة، يعني مش قادرة احدد بالظبط، يعني عندي كلام كتير ومش عارفة اقوله كله، بس يعني بصوا الحمد اوريفليم لله. برنامج بتخلينا نعمل حاجات جديده، وبتخلينا والله نعمل هي مفاجآت، بنطلع اوريفلام بجد، مننا مفاجآت. اوريفلام بجد يعني عودتنا على حاجات ما كناش بنعملها قبل كده، بس حاجات جميله، حاجات بتخلي لينا شخصيه، بتخلينا لينا كيان في المجتمع. حاجات جميلة زي دي كده. بصراحه قمر. حاجات جميلة زي دي كده. انا حد بيعشق بصي البنت. قمر. انا عندي مبدئي وكلمتي ان اوريفلام متعه وفلوس وجمال، بجد فعلا. يعني اوريفلام بتدينا الثلاث حاجات دول بصراحه. انت جميلة اصلا يا مدام سوزان. الله يخليك يا مدام ابتسام، ده من ذوقك والله، الله يحفظك يا رب. برضو انا عايزه اقول لكل واحده يعني جربي، جربي مش هتندمي والله.
انا عن نفسي انا مش صغيره، انا كبيره وما اشتغلتش، يعني انا خدت شهاده وما اشتغلتش يعني زوجي ما حبش ان انا اشتغل، وقال لي بيتك وولادك، وتفرغت فعلا لبيتي وولادي، والحمد لله يعني انا زوجه وام وجده حاليا. ان شاء الله. وبعدين بعد مرور الوقت وبقى عندي وقت فراغ، وحسيت ان انا يعني فقدت ان انا كنت ابقى موظفه او ليا كيان في الحياه. ايوه انا يعني كان ليا كيان الحمد لله، وخرجت ولادي على اعلى مستوى وكل حاجه، بس انا يعني كنت عايزه احس بنفسي ان انا عملت حاجه. فلما جت الاموره نسمه دي صاحبتي وحبيبتي وعرضت عليا في الشغل في اوريفلام، وبعدين طبعا قلت لزوجي، فهو زوجي كان اعتراضه على الشغل ان انا اخرج واتبهدل، والمواصلات واللي يقول لك كلمه والمدير اللي يتحكم، فكان مش موافق على الشغل عشان الظروف دي. فلما لقيت ان الشغل هيكون من البيت وانا في بيتي جنب زوجي، يعني مش هأثر في اي حاجه من واجبات بيتي، هشتغل وقت ما انا عايزه في الظروف المناسبه ليا في الاوقات المناسبه ليا، قلت طب ليه لا، طب اما اجرب. بصراحه انا كنت بسمع عن اوريفلام كتير، وزي الناس اللي بيقولوا لا ومش لا دي وكده، ده بس هي الناس فاهمه تقريبا قاعده عند الكل واحنا عايزين نغيرها. من غير ما يفهموا يا مدام ابتسام، من غير ما للاسف دي يفهموا حقيقه ويدخلوا فعلا. المجال نفسه ويجربوا بنفسهم، يعني التجربه خير برهان. يعني انا لما المشكله دخلت اللي هي قلت لو شوف الدنيا فكرت دي فيها ايه. شويه، هتلاقي نفسها اصلا مش هتخسر حاجه. ايه اللي هي لا تخسره؟ طبعا، فلوس لا مش هتخسر دفعتها حاجه. في اولا منتجات اولا واستخدمتها. يا يعني يعني منتجات صراحه ببلاش، منتجات من تحفه غير فلوس. تحفه 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 المنتجات. هما بيقولوا منتجات اوريفلام غاليه، اولا الغالي ثمنه فيه، مع ان اوريفلام مش غاليه. فعلا مش دي غاليه ليكي حقيقه للي كعضوه، يعرف، حقيقه مش للي اشترك غاليه ليكي ودخل. كعضوه. انت بتاخدي خصم 23%، ده مبدئيا فوق خصم الكتالوج، ده غير بقى العروض اللي الشركه بتنزلها طول الشهر عروض، اللي هو غير ما تندر، بتقول لك. وعليه تندر كمان مجانا. لا بجد يعني فايته كتير اللي مش في اوريفلام والله. اولا في ناس بتقول لك لا تسويق، لا ومش تسويق، مين قال ان احنا بنسوق؟ احنا ما بنسوقش ولا عمرنا كنا مسوقين، يعني احنا داخلين لهدف ما. الشركة دي شركة بيع مباشر، يعني هي لا بتعمل اعلانات ولا بتعمل دعاية ولا في التلفزيون نجم ياخد ملايين، لا هي بتعمل حاجة اسمها تمكين المرأة، وكمان بيع مباشر منها للأعضاء بتوعها من مخازن الشركة لإيدك على ايوه، طول، يعني ما حدش لا يضحك منتجات عليكي، ما حدش يديكي لا منتج لا اكسباير، ما حدش يديكي منتج كوبي. الشركه لا بتديكي لا فاتوره فيها الشركة بطاقه ضريبيه. بالظبط بالظبط كده. بالظبط بالظبط بالظبط. فهي عشان تساعدك علشان تعملي ده، بتقولك دخلي اعضاء وانا هديكي ربح، عشان انت هتبقي شريكه معايا في الارباح اللي هتدخلي، لان احنا بندخل الاعضاء. اولا بيدخل عندنا 3 فئات، الناس اللي بتقول تسويق، لا احنا ما بنقولش تسويق يا جماعه، احنا بنقول في عضوه حابه منتج حلو اوريجينال، مكوناته طبيعيه هتستخدمه لنفسها، امن على الاطفال. انا تخيل ان انا بستخدم من منتجات اوريفلام لحفيدتي، يعني زيت جوز الهند، تندر كرده تحفة، هي حاجات المنخفض طبيعية بتعمل منه، 100%. تحفه، زيت الدنيا ده يعني تحفه حكايه. منتجات امنه على الاطفال هتكون على تحفة، الكوكايين. ده تحفة، بيطلع بيبي هير بطريقة رهيبة. أنا جدا جربته جدا، لبنتي وجربته وانا كمان احنا بنتكلم من بيبي هير مصدر أهو. ثقه، والله وانا كمان طلع لي بيبي هنا. فبجد الناس بقى اللي داخله تسويق هي ناس حابه التسويق يا جماعه، ناس عندها مثلا محل، عندها صيدليه، عندها دايره معارف كبيره بتسوق لها، كانت بتسوق في براندات قبل كده وداخله عشان تسوق لوريفلام. فحته التسويق دي بترجع لكل عضوه وراحتها. استخدمي انما منتج احنا وبيني نتيجته عليكي، بس مش عايزين اكتر من كده. استخدمي منتج اه وبيني نتيجته اه عليكي. هتدخلي وبيتباع تجربي على منتج فكرة وهم الفكرة عالي هيشوفوه جدا. عليك، 1000 من أيوه، هيطلبوا بقى، هم 1000 من بيبداوا اصلا هيطلبوا. الستات بطبعهم لما هما اللي بتشوف حد هيدوروا بقى عليكي، جميل كده، ايه ده، ايه حصل الجمال ده، معانا كلنا، انت عملتي هما اللي ايه، بيدوروا صح عليكي بعد تعالي كده. قولي لنا كده انت يا حاطه عروبه انت كفر عملتي ايه، ايه عشان انت نعمل حاطه روج زيك. ايه، ريحه البرفيوم عليكي دي حلوه، انت جايباها أيوه. منين؟ بس طب هو احنا بالطريقه دي. بندفع فلوس في البرفيوم ولا بناخدها هدايا؟ اه والله انا اخدت هدايا كتير كتير، لا اخدتها هدايا يعني باسعار رمزيه، أنا يعني تقريبا سعر ما رمزي دخلت ما جدا. اشتريتش برفانية واحدة، كله واخداه هدية، وكلها وانا برفانات ما شاء الله يعني.
وانا كمان والله. ده بيعمل لا كمان. اوريفلام بجد فرصة لأي واحدة، خاصة يا جماعة في الظروف الحالية دي. كل واحدة يعني برضو احنا شايفين غلاء المعيشة وشايفين الأسعار وشايفين، ليه ما تساعديش في مصروف بيتك جنب زوجك جنب باباكي، لنفسك حتى متطلباتك الشخصية تشيليها انتي من الدخل اللي هيدخلك من اوريفلام، وبطريقة سهلة وبسيطة جدا وانتي في بيتك، مفيش بهدلة مواصلات، مفيش مواعيد ملتزمة بيها. يعني بصراحة، وكمان معانا بقى تيم، ده بقى مش هنتكلم عنه. احنا معانا تيم غني عن التعريف، اقوى فريق في مصر، دايموند برينسس تيم. القيادة رقم 3 على المدام مصر. انجي، رقم 3 على مصر. هي ما شاء الله عليها بجد بجد، بتدعم كل الناس من اكبر عضو عندها لاصغر حد عضو عندها، ما بتقولش لا. ممشيانا على تدريبات وخطط عمل، اللي يلتزم بيها بجد بيحقق النجاح من اول شهر. والله انا بصراحة طلعت مستوى 9% تاني شهر على طول، ان شاء الله. والحمد لله. ان شاء الله دلوقتي الشهر ده دلوقتي بعد 4 12% ان شهور شاء الله باذن الله. ان معاكي شاء تيم الله قوي جدا. باذن الله باذن ناس الله كتير ان كانت شاء نفسها الله. تطلع بس للاسف عندهم ظروف. ناس كتير كانت نفسها معلش تبقى في ناس معانا. بره وفي ناس فعلا اه دي حقيقه. والحمد لله دلوقتي بقى معايا تيم قوي، والحمد لله ناس جميلة، وناس اللي بيلتزم بالخطة وبيمشي على التدريبات اللي مدام انجي ومدام ابتسام حاطينها. يعني بينجح. هو بقالك قد ايه يا احنا مدام عايزين سوزان؟ جدية. انا من نص شهر 9 واخر شهر 9، يعني بقالي 4 شهور ونص بس تقريبا. ما بدأتيش تقريبا غير في 10، يعني اول شهر دخلتي فيه يعتبر. ما هو فاكره. ما هو كل واحدة لازم تحط في بالها ان هي مش هتدخل يعني تطلع بسرعة الصاروخ كده، احنا بنطلع السلم واحدة واحدة. اكيد انا في طبعا. اول شهر ده اكيد بتتعرفي على المنتجات، بتتعرفي على طبيعة الشغل، بتدرسي دي التدريبات اللي مهمة قوي. هتاخديها، بتدرسي المنتجات. ومن تاني شهر بقى بيبدأ البداية القوية بقى، فعلا تاني شهر انا طلعت 9%. ان شاء الله. قد وبعدين ده. الموضوع سهل جدا سهل جدا، تدريبات هتمشي عليها، هتلتزمي، هتسمعي الشرح بتاع هل المنتجات. التدريبات بس اللي بتنجحنا ولا التزامنا؟ لا، التزامنا طبعا، لا ما حدش يبقى نايم احنا ويلجأ. بنديكي ادوات، بنديكي اسباب اللي هي تخليكي تنجحي. حرصك انت بقى على السبب دون، او ان انت تبداي فعلا تشتغلي على نفسك وتبداي تطوري من نفسك. هو ده فعلا اللي بيخليكي تنجحي. احنا بنساعدك وبنديكي فرصه على طبق من ذهب، وانت يا اما تستغليها يا اما تضيعيها زي ما ناس كتير للاسف بتضيعها وبعدين حضرتك يعني الواحد هيدعم الشخص اللي يلاقيه يستحق الدعم. دي انا حقيقة. شايفاكي شغاله وبتدي في الشغل حقه، اكيد هقف جنبك، هدعمك بكل قوه. اكيد طبعا. لكن انا مش هفضل اتحايل على واحده وافضل اقول لها فين ادخالك النهارده، فين الاعضاء، عملتي ايه، كلمتي الاعضاء. لا، احنا عايزين ننجح، يبقى النجاح نابع من جوانا احنا، عايزين الدافع يبقى من جوانا احنا. نسمع قولك فربنا يحقق لكل واحده اللي بتتمناه، يا رب. ونوصل لاعلى الالقاب والمستويات مع حضرتك ومع مدام انجي. اكيد ان شاء الله. ودي دعوه لكل بنت وكل ست بجد لو عايزه. عامله او غير عامله، انها تدخل وتجرب اوريفلام. مش هتخسري حاجه، اعملي عضويه وادخلي جوه العضويه وشوفي ايه اللي هتاخديه من اوريفلام. مش هتخسري حاجه، جربي. انت هتخسري ايه؟ تخسري حاجه؟ الفلوس اللي انت لا، هتدفعيها اصلا، بنقول لك مثلا عالجي او ابدأي بعلاج مشكله عندك. انت كده كده ما الفلوس انت دي هتاخدي اصلا منتجات، انت هتاخدي بتستثمريها. منتج. انت بتاخديها منتج تستخدميه، وفي نفس الوقت بتستثمري الفلوس دي. اعتبري نفسك داخله جمعيه، تدفعي فلوس الجمعيه، وهتيجي بعد كده لو وصلتي مستوى اخر الشهر، وده بيحصل فعلا من اول شهر، هتقبضي الجمعيه اخر الشهر. يعني الفلوس بتاعتك هتترد لك تاني، استثمرتيها نقط على كودك، خدتي هدايا، خدتي منتجات، عالجتي بشرتك، حافظتي على جمالك. بعد شويه الفلوس دي هتاخديها مرتب، شويه شويه اصلا هتلاقي نفسك بتقبضي بقى كل شهر. انت دفعتي فلوس، خدتي منتجات وخدتي هدايا وخدتي كل حاجه. شويه الفلوس بتاعتك دي خلاص انت بقيتي بقى كل شهر ليكي مرتب محترم، والمترتب بتاعنا متزايد مش ثابت. يعني انت مثلا لو وصلتي الشهر ده مرتب 2000. حتى الناس يا مدام اه ابتسام اللي مش قادره تاخد، احنا بنقول لها تاخد ابسط منتج، ايوه، اقل منتج ومعانا بيكون عليه بنتعلم خصم ازاي يعني. نجمع النقط اه وازاي نستفاد ايوه بعروض ايوه. يعني احنا الشهر ده عندنا عند كل عضوه كاش باك على كودها الاعضاء الجديده اللي داخله ب 3250. مين يضيع فرصه انه ياخد منتجات ب 3250 مجانا؟ يعني انا مش فاهمه كأنك هتخسري اشتريتي ايه اصلا. المنتجات مجانا.
ايوه، ناس كأنك كتير اشتريتي جدا، ناس كتير جدا بتندم اللي هي ما اشتغلتش على الحته دي، اللي هي ايه ده، انا ازاي ضيعت مني البرنامج الترحيبي اللي الشركه عاملاه لي اصلا تشجعني بيه، انا ازاي ضيعت مني هديه كانت موجوده على كودي وما استفدتش بيها وما خدتهاش. انا عندي كل برفانات اورفلام جربتها هدايا ما اشتريتهاش. انا الحمد لله الثلاث شهور البرنامج الترحيبي بتاعي خدتهم كلهم، وهداياهم كانت منتهى الجمال، كانت والموضوع برفيوم سهل وكانت مش صعب، انت بس كريمات نوفاتجي كريمات دوري في نوفاتجي اللي هديه. حواليكي على 3 أو 4 حل لهم مشكلة، مثلا في القدم، حل لهم مشكلة في الإيد، حل لهم مشكلة في الشعر، حد شعره هايش، حد شعره يا جماعه متقطع مين مننا مش ما بيطول. بيستخدمش شاور او ايوه، كل شامبو؟ بيت فيه بيزيل الشاور عرق، والمعجون بيزيل عرق. السنان. ايوه معجون سنان، يعني احنا مزيل بنقول عرق، خدي منتج شاور. منتج بقى كمان اصلا مميزاته مش موجوده في اي منتج تاني، منتج طبيعي 100% مصنع علماء، منتج آمن على بشرتي، آمن على شعري، منتج هحافظ بيه على جمالي منتجات تحفه. فعلا تحفه دي شويه عليها. انا بعشق منتجات اورفلام، واستحاله ارضى ان انا اجرب اي منتج بره اورفلام حتى ولو هو كان بيرفم او اي حاجه تانية، استحاله استحاله خلاص بجد. بقى، خلاص بقى، خلاص. في انا حد حابه اجرب كل منتجات الشركه بصراحه. يعني هتجربيها انا ان شاء الله استخدمت مع الوقت. خدت حاجات كتير واستخدمت حاجات كتير فعلا. يعني انا خدت تندر كير، وخدت المسكره، مزيل عرق، انا المسكره دي جات لي وشامبو في الاوردر وشاور. الشهر اللي فات، ما اعرفش اصلا انا حطها حاطه لي. كوبي من اوريفلام. ما اعرفش حطها لي ليه اصلا، يعني انا كان في هدايا كده بتبقى مفاجاه، فلقيت جاي لي مع الاوردر المسكره دي هديه من غير ما اطلب، وما خدتش بالي كمان والله ان هم مبروك عليك. منزلين هديه مفاجاه، فلقيت دي جايه لي في الاوردر. مبروك عليك يا مدام ابتسام. تسلمي لي. حد عايز يدخل معانا تاني؟ انا عارفه ان في ناس كتير كانت ممكن عايزه تدخل تدخل، حد تاني بقى. بس في النور قطع عندها، في بره مش موجودين في البيت. لو حد عايز يدخل معانا يا جماعه ابعتوا دعوه وانا هقبلكم. لو حد من اللي بيسمعنا او موجود معانا في التيم، مش شرط يكون عضو معايا في الفريق في التيم بتاعي، لو حد من معانا في التيم كله دايموند برنس تيم وحابب ينضم لينا يبعت دعوه وانا هقبله. بجد انا ما يعني، بصوا بقى اورفلام بتخلينا اصلا كده مع بعض طول الوقت مكالمات. عيله آه واحده عيله واحده. كل حد فينا بيحصل عنده اي حاجه بتلاقي كلنا مهتمين ان احنا نطمن عليه او نبقى معاه، نبقى جنبه. بجد انا معايا ناس من كل محافظات مصر، انا بعتبرهم اخواتي، اصحابي، بناتي، امهاتي، يعني معايا من كل فئات الاعمار. ومعايا ناس جميله ما شاء الله، بجد انا بحبهم جدا وهم كمان انا عارفه ان هم بيحبوني، يعني واحنا الحمد كمان لله. بنحبك والله يا مدام ابتسام. وبجد اي عضو منكم فعلا والله بعتبرها امانه، وبحس ان ربنا يسالني عن الامانه دي، فمش حابه ان عشان انا كده اضيعها. ربنا بيجازيك خير على نياتك دي والله. تسلمي لي يا رب. ربنا يعلي مراتبك يا رب. احنا وانتي حبيبتي يا رب. في حد تاني يا جماعه عايز ينضم معانا؟ عايز تدخل بقى؟ تقريبا هي نسمة خرجت وجيت ادخلها تاني، ما مش عارفة تدخل، تقريبا في مشكلة عندها ولا معلش حاجة. عشان احنا اول مره بجد بنجرب موضوع اللايف ده، فممكن لا لسه شكل مش الموضوع متمكنين. هيبقى جميل وهنطلع لايفات كتير بقى الفترة ان الجاية شاء دي. الله. احنا كنا باذن الله. بنتقابل على الزوم، لا احنا هنخليها لايف بعد كده على الفيس على طول، خلي الخطط ان شاء بتاعنا على الله. الزوم. ان شاء الله. طيب في حد تاني يا جماعة عايز طيب ينضم معانا؟ مش عارفة التعليقات مش ظاهرة عندي ليه. انا البس النضاره عشان اشوف التعليقات. باقي التعليقات موجوده. مش عارفة، ممكن مش ظاهرة عندي، مش عارفة حد تاني عايز يدخل معانا ولا لأ. اه مين؟ مش عارفة. تسلمي لي يا منور. نسمة بتقول مش عارفة ادخل. طب اخرج انا، يمكن هي مش لا عارفه هبعت لها تدخل وانا. دعوة تاني اهون. احنا برضو مش عايزين نطول عليكم عشان طبعا احنا ايوه، في تقفيل. موسم امتحانات احنا في وموسم تقفيل امتحانات ايوه، عندنا. ومضغوطين موسم. طول النهار في المكالمات، ومضغوطين طول انا مش النهار عارفه اقول لك في الراجل اصلا. منورة يا اسماء. والله انا خرجت يا لوحدي، فريال، وانا كمان والله بحبك جدا جدا جدا، وبجد ببقى الشبكه وحشه قوي. اه
ببقى زعلانه لما بفتقد حد كده بيغيب شويه وما بيبقاش موجود. عارفه يا رشا والله انك كان نفسك تدخلي بس النور قاطع عندك، وشيماء برضو كان نفسها تدخل، وحنان ورانيا. رانيا ما عرفتش للاسف. يلا خير ان شاء الله متعوضه بقى، ما احنا هنعمل تاني، احنا قلنا بقى هنعمل ان لايفات شاء الله. كتير بعد كده، احنا كنا اكيد ان بنتقابل شاء على الله لازم الزوم، نعمل كده تاني. شكلنا موضوع اللايف ده عجبنا وهنطلع والله جميل قوي هنطلع على الفيس كتير بقى. يعني كان الواحد ان شاء بصراحه الله. كتير فكرت اجرب الفكره، بس كنت ببقى متردده، بس لا يعني الموضوع سهل مش لا صعب ولا لا حاجه. جميله لازم نكررها تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. هو في حد بيسأل والله انا كمان بحبك يا شوشو قوي، خطوات ادخال. طب هو احنا عموما اللايف دون مش جايين نتكلم عن تفاصيل شغل، هنعمل ميتنج على الزوم، ولو ابعتي لي بس على الواتس بعد الميتنج وانا هشرح لك او هبعت لك التدريب وهتابع معاكي لحد ما الدنيا تبقى واضحه. احنا بس جايين النهارده اوري نماذج من الناس اللي نجحت معانا، عضوه جديده والله، واحنا كمان مبسوطين مبسوطين ان انت معانا، انت نورتي اورفيلام كلها. طب في حد حابب ينضم معانا يا جماعه من اللي موجود معانا يقول وانا هبعت له دعوه، حتى لو جداد يا جماعه، حتى لو جداد عايزين حتى لو يتكلموا لسه اتفضلوا. داخل. ايوه يقول لنا دخل ازاي ايوه او نفسه يحقق ايه، او تمام. تقريبا كده هو خلاص، اصلا معظم الناس اللي كانت هتدخل معانا في اللي بيمتحن، في اللي النور قطع عنده، في اللي بره البيت، الظروف بس ان شاء فاحنا الله اكيد اللايف الجاي ان شاء ايوه الله يكون كله تبقى خلص احسن من كده، امتحانات والدنيا تبقى الناس تمام. كلها تبقى متوفره. احنا جايين النهارده نجيب لك فرصه دخل من البيت من غير ما تخرجي ولا تدخلي. لو عايزه تنضمي معانا ابعتي على الصفحه او ابعتي مش مهم السن يا جماعه، مش مهم السن. لا خالص المهم كل ماشي يا خالص. سهى، هبعت لك دعوه، ايوه مش هبعت لك دعوه. بتشيلي، لا انا سني كبير وسني ايه، المهم السن. مش مهم السن يا جماعه، اي سن احنا بنقبل بيه، ولا المؤهل بصي يا سهى انا هبعت لك دعوه هو ايوه نقبلي. لا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه خالص. احنا عايزين زي ما انت كده. جديه والتزام وموبايل ونت وبس. ماشي، دخلت معانا استاذه سهى ايان، منوره الدنيا كلها. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم ورحمه الله السلام وبركاته. ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ازيك جميله، يا عامله ايه؟ دكتور كان نفسي اشوفك حسين؟ الحمد بجد لله. بجد كان الله نفسي اشوفك يخليك. والله. لا انا شفتك كنت، بس ما خدتش بالي لما كنا في الأكاديمية. ممكن انا ما خدتش بالي والله، بس لما تشوفوني كده انا مميزه يعني، عينيا بتبيني. معانا في مع مين يا استاذه سهى؟ انا اتعرف بقى، انا مدام محاسن حماده من فريق دايركتور سمر بسيوني. ما شاء الله دايركتور سمر، ما شاء الله اللهم بارك. وحبيت بقى، انا بحبك لله في الله من اول ما خدنا المناقشه، قعدنا نناقش معاكي لما كنا في العربيه سوا. ايوه انت كنا كنت جايين من الناس اللي الأكاديمية. احنا كنا جايين مع بعض. تمام. انا بشوف تعليقاتك كتير عندي على الصفحه، بس بصراحه مش عارفاكي، بس فكرتك حد معانا يعني معانا لا في ما انا الفريق يعني، بس ما كنتش عارفه مع مين. لما حضرتك قلت لي اعملي صفحه من داخل الصفحه وكده، ايوه ما شاء رحت الله. اعمل لك متابعه بقى وحبيتك يعني لله في لله يعني. والله وانا كمان والله، تسلمي لي يا رب، ربنا يا رب يحقق لك كل اللي بتتمنيه، ويا رب تكون الله الصفحه يخليك يا جابت رب. معاكي نتيجه. لا الحمد لله، لا جايبه نتيجه برضو، وبيدخل معايا ناس كتير برضو، بس المشكله بقى ان هم بيدخلوا ياخدوا تفاصيل الشغل، وبعد كده ايه يقول لك لا انا هعمل اوردر، ده انا مفكر ان انا داخل اخد فلوس وامشي طب كده ما هو يعني. اي شغل في الدنيا وصلها لهم كده، انا اي شغل في الدنيا داخليه، انا رايحه شغل دلوقتي، هخرج الصبح هدفع مثلا مواصلات 10 جنيه الصبح وانا رايحه، 10 جنيه وانا جايه، ادي كده دخلت لي في 20 جنيه، اكيد مش اقل من 8 ساعات، واكيد هاكل ولو فطار او غدا، صح؟ دخلت لي في 30 جنيه في اليوم، لو جينا نحسبهم في الشهر هتصرف تقريبا 600 جنيه وانت لسه ما قبضتش، انت داخل اهون ولسه ما قبضتش. بنورك يا مانجر جيهان، انت اللي منوره والله معانا، انت داخل ورايح شغلك وصرفت كل يوم واتمرمطت وخرجت وسبت بيتك، ما تعرفش ولادك بيعملوا ايه، ما تعرفيش بيتك فيه ايه، بترجعي من البيت طبعا تعبانه عشان انت طول اليوم بره، على ما بتخلصي شغلك صرفتي
600 جنيه على ما جالك قبض من الشغل ده. طب انا بنقول لك اصرفي على حسب استطاعتك، مش بنحدد لك مبلغ معين، مش بنقول لك ولا نلزمك على نقط معينه، لكن لو اشتغلتي على حته تجميع النقط دي هتستفادي كتير، هتستفادي منتجات، وهتستفادي هدايا موجوده على الكود، وهتستفادي انك انت فعلتي كودك وقدرتي ان انت تاخدي تدريبات، وقدرتي ان انت تضيفي ناس معاكي، قدرتي ان انت تشتغلي، قدرتي ان انت تعملي حاجه. فانت اصلا بتستثمري الفلوس اللي انت بتدفعيها، مش بتروح منك على الهواء. وضحي لهم اكتر، وضحي لهم اصلا ان المنتج ده لو انا واخداه بالتكلفه النهارده بتاعته، برضه نفس بالتكلفه بتاعته، هو الشركه اصلا بتبقى مثلا لو هي مصنعاه ب 500 جنيه وعامله لي عرض عليه الشهر ده 50%، يعني سعره في الكتالوج 250، يعني اقل من التكلفه بتاعته، ولسه كمان عليه خصم عضويه 23%. يعني انا واخداه ببلاش. لو انا جيت اقارنه بقى بمنتج فيه نفس المكونات ونفس الجوده ونفس المواصفات، ده خاضع للصرامه انا مر بيها، يعني مر ب 100 تجربه قبل ما يجي لي. لو انا جيت اقارنه هلاقي فعلا لو انا باخد منتج بنفس الجوده بتاعته هاخده بالوف مؤلفه. لكن هنا احنا فعلا والله بناخد المنتجات ببلاش. ليه ما تشتغليش وتستثمري الهدايا والعروض اللي موجوده على كودك؟ ما هي اصلا الشركه بتشجعك، انت كعضوه جديده. البرنامج الترحيبي ده معمول ليه؟ عشان يشجعك. ايش اتفضلي. المشكله بقى فيهم هم يا ايدي طبيعي شعب. المشكله فيهم ان هم يقتنعوا بكل حاجه، بس ساعه ما يجي ساعه الاوردر تلاقيهم بيهربوا ليه مش عارفه. لا انت حاولي بقى تشوفي انت يعني راجعي المكالمه مع الراعي بتاعك تاني، شوفي مثلا انت بتقولي لهم ايه في المكالمه او بتشرحي لهم ايه، او ممكن يكون في مشكله مثلا او حاجه مش معقول كل الناس هتهرب بدليل ان احنا لا موجودين هو اهو ما هربناش. تمام، ما هو اللي يقدر المنتجات اصلا هو اللي بيدانه موظف في الشركه، اما انا اللي عاوز حاجه ببلاش وحاجه فيك وخلاص بيقول لك لا انا اعمل اوردر والله مثلا. انا كان لسه حد النهارده بيقول لي، يعني سبحان الله هو حد قابلني قدرا، يعني برضو كانت عايزه منتجات وبعت لها المنتجات اللي هي عايزاها، فبتقول لي لا ايه ده، انا كنت بجيب منتجات اورفلام من حد تاني ما كانتش بتبقى كده، لا ما كانتش بتبقى نتيجتها نفس النتيجه بتاع المنتج اللي انا خدته منك. انا اصلا عمري ما قلت لحد اشتري ولا بعت لحد، بس هي لما خدت المنتج مني حست، هو خدته بسعر وانا كده كده ما زودتش عليها حاجه، اديته لها بسعر العضويه، بس هي حست ان المنتج فيه فرق. هو التاني كانت بتجيبه ارخص بكتير بس كانش بيجيب معاها نتيجه. لما خدت مني المنتج هي اصلا كانت بتسالني الاول، هو انا مثلا انا جبت كريم كذا وما عملش معايا حاجه، قلت لها جايباه منين؟ من الشركه ولا؟ قالت لا جايباه من حد. قلت لها طب الحد ده اصلا انت مش ضامنه هو مركون عنده بقاله قد ايه، هو منتج طبيعي اصلي ولا مش اصلي؟ اللي يضمن لك ان المنتج اصلي انك تاخدي فاتوره من الشركه والفاتوره مختومه برقم ضريبي. هنا انت تبقى هتاخديه وانت مطمنه، هتستخدميه وانت مطمنه ان محدش مديكي منتج اي كلام. فليه بنستخسر ده؟ انت بتشتري بشره جديده بتشتري وش جديد، بتشتري شعر جديد، بتشتري، وبعدين بتستثمري بقى كمان اللي انت بتشتريه ده اصلا اللي انت هتاخديه هيزود لك دخلك وانت في بيتك وسط ولادك، من غير ما تخرجي، من غير ما تدخلي، من غير ما تعملي اي حاجه. انت كده كده وانت مطمنه عليهم قاعدين بيذاكروا جنبك او بتعملي شغل بيتك وشغاله. ففين هنا اصلا الخساره اللي هتخسريها؟ طب ما تجربي، قولي لها جربي تخليها تفعل مثلا ولو يا ست بتندر كين، لو عندها مثلا مشكله في الشفايف، مشكله في الرموش، في الايد، في القدم، بتهيألي يعني ما فيش ارخص من كده. في عندنا ماسك الشهر ده ب 22 جنيه الاسينشال، هو كان عندي بس جوه ما خرجتوش معايا وانا خارجه. 22 جنيه، يعني في عندنا منتج ب 22 جنيه. طب ما تبدأي بيه، فعلي عضويتك وابدأي اشتغلي. لما توصلي لمستوى ابدأي بعد كده جمعي الاوردر بقى، انت خلاص جربتي واقتنعتي، هتقدري بعد كده ان الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك ما فيهوش صعوبه. ان شاء الله. نورتينا يا مدام ربنا يقابل محاسن. بس كويس ان انت ربنا دخلتي معانا يخليك. عشان اعرفك، انا ما كنتش عارفاكي بصراحه. انت حتى ما بعتيش قلتي لي ان انا اللي كنت معاكي. لا ما جاتش فرصه، بس انا من ساعتها وانا حبيتك اصلا يعني. تسلمي لي يا قلبي، تقريبا انا عندي كده الناس كلها بتحبني والله، وانا كمان بحبكم. ربنا يخليك يا رب، وان شاء الله نوصل
زيك كده باذن الله. يا رب انتوا يا رب، مره كل اللي بيتعب ربنا ما يضيعش ان تعبه يا شاء رب. الله يكتب لكم اقول ايه يعني ايه الجولد باذن الله. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي يا قلبي، يا حبيبتي نورتينا. تسلمي. الله يخليك، الله يبارك فيك. طيب في حد عايز ينضم معانا يا جماعه؟ في حد عايز ينضم معانا تاني؟ لو انت بقى طالبه، لو انت لو انت موظفه، لو انت خلاص خلصتي شغل وطلعتي معاش وعايزه تنضمي معانا، ابعتي لنا على الصفحه واحنا هنتواصل معاكي ونعمل لك عضويه ونبدا خطه نجاحك وانت مقتنعه 100%. اي اعتراض عندك، اي حاجه بتفكري فيها ومش مش قادره تقنعك، هنتكلم معاكي وهنوضح لك كل التفاصيل وهنشرح لك كل حاجه ومش هنسيبك الا فعلا لما تنجحي. انا كنت مبسوطه ان انا معاكم النهارده. تجربه بصراحه لا جميله، ربنا يخليكي يا يوي. انا عارفه ان انت تعبانه، لو مش تعبانه كنا دخلناكي معانا النهارده. الف سلامه عليكي يا ايه. ناس كتير بجد كان نفسي يكونوا موجودين، مدام ابتهال، الناس كتير بجد. فكل اللي عليك انك تبعتي لنا واحنا هنبدا نشتغل معاكي ونبدا نحقق معاكي خطه نجاحك وانت مقتنعه 100%. اي اعتراض عندك، اي حاجه عندك انت مش فاهماها او مش واضحه معاكي، هتلاقينا بنوضحها لك وهتلاقينا بنشرحها لك ونبدا معاكي وتنجحي وتحققي وتوصلي زي ما ناس كتير نجحت، زي ما ناس كتير وصلت، زي ما ناس كتير حققت. وبجد انا كنت مبسوطه ان انا معاكم النهارده، وان شاء الله انتظرونا في لايفات كتير. تسلمي لي يا قلبي. بجد انا مبسوطه بكل التعليقات الجميله بتاعتكم دي، وان شاء الله اكون عند حسن ظن اي حد بيشترك معايا او اي حد بيدخل معايا، وان شاء الله اكون سبب خير للجميع. وربنا يوفقنا جميعا يا رب. تصبحوا على خير.